بدأ من العراق تواجد المسلمين في العراق بس. والحديث عن أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات هو حديث يمضي للأمام. موجود شرط النيل الأرض ده كله طبعا بالضبط التاريخ صعب بحاجة إذا يمضي هذا الوطن بهذا الظرف التاريخي الصعب كلنا بيبين عنه، يعني مفيش حد ما بيعانيش. أنا أعلم فساد ومشاكل، ولكن يبقى عنوان مهم: الحفاظ على وحدة هذا البلد، الحفاظ على الأمن القومي لهذا الوطن، حتى لا نصبح عراقا آخر أو نصبح أي بلد ظروف الرياح والمشاكل والكساد. في زمن الإنجليز، زمن الاحتلال الإنجليزي، لعبوا على الوتر الطائفي، لكن مصر كانت أقوى بكثير جدا من كل هذه الألاعيب، إلى الدرجة التي جعلت لورد كرومر في يوم من الأيام يقول: لا تستطيع أن تفرق بين المسلم والمسيحي إلا عندما يذهب المسلم إلى الجامع ويذهب المسيحي إلى المسجد. إيه دي مصر؟ مهما اتخانقنا، مهما عملنا مشاكل مع بعض، يبقى الوطن موحدا، لأنه ده نتاج تراث حضاري واجتماعي يضرب بجذور اليوم. أنا الحقيقة سعيد باللقاء معكم، وأنا يمكن النهارده جاي أسمع أكثر مما أتكلم، لأنه أنا بعتبر نفسي من المقصرين في حق النوبة، وبعتقد إنه سأكون بإذن الله صوتا يدافع عن حقوقكم الطبيعية والمشروعة سواء في البرلمان أو في الصناعة. شكرا لكم. لو في أي أسئلة أهلا وسهلا. حمزة المدير عن الشباب السابقة، وهي مفروض حضرتك عايز تقول إن أنا معارض، وأنت لست بمعارض. حضرتك بتتكلم في الحق أنا معاك لو سمحت. بقول لسيادة النائب كان ليا ملحوظة في حديثه اللي هو بدأ في وسط الكلام بيقول إن أنا معارض. أنا شايف إن هو ليس معارض، هو بيتكلم في الحق وضد الباطل، ودي ملحوظة اللي أنا بكلمها بقول لسيادة النائب، وكل الشعب المصري يشهد سلوك حضرتك ومواقف حضرتك في البرلمان. وشكرا. أيوه اتفضل. عايزه اتكلم عن الملحوظه اللي الاستاذ قالها، يعني عارف يعني اسمه ما شاء الله عارف ان هو ولا معارض ولا متوحد، يعني بيتكلم المصلحه العامه. انا كمواطنه مصريه عايزه اشترك، يعني اشارك في الحياه السياسيه، ابدا ازاي؟ حاولت مره اروح حزب او حركه بدون ذكر اسماء، بحس ان هم زي ما قلت بيجرد صوت، يعني بينقضوا ده وينقضوا ده وينقضوا ده. انا عايزه اشارك في الحياه، يعني حضرتك ممكن تذكرنا اسامي حركات او احزاب اشارك ازاي؟ احس ازاي؟ ده بدنا نقول مجرد وجود الكلمة وتفاعلك مع قضايا النوبة ده بحد ذاته مشاركة سياسية واجتماعية على الزمن. بس الأحزاب السياسية الحقيقة أنا يعني شخصيا حتى الآن مش شايف فيه جدية في الحياة السياسية. يعني هتدخل الحزب الحاكم لن تجدي دورا ولا يسمح لك. هتدخل في أحزاب المعارضة زي ما أنت شايف المشاكل والأزمات. أنا في تقديري لم يولد حتى الآن حزب المصريين يستطيع أن يتعامل بموضوعية مع الأزمات ومع المشاكل ويتبنى برنامج حقيقي يصل إلى الناس، وده جزء منه أزمة مصداقية. يعني زمان الوقت كان حزب الشعب المصري كان في مصداقية، كان في النحاس، كان في أسماء فترة معدية، كان في أسماء كبيرة جدا استطاعت أن تقدم مصلحة الوطن على مصلحة الإنسان. إحنا بنتظاهر الحزب ده يوم بيجي أكيد كل الناس هتدخل فيه، لكن على الأقل في الوقت الراهن نشارك. أنا بشارك بدور في البرلمان أو في الصحافة، أنت بتشارك بدور هنا في مشاكل
النوبه، تقدري تكتبي في الجورنال، تقدري تحضري ندوات، ده نوع من انواع المشاركه.